مش دايما اللي معاه أسباب بينجح. في ناس بدأت من لا شيء ومع ذلك نجحت وعملت المستحيل. بس في حاجة مخفية، يا ترى إيه هي؟ السر كله بداية في التوكل على الله وعقد النية. في كل أمور حياتك كده دايما لازم تتعلم إنك تتوكل على الله قبل ما تعمل أمر ما. الناس اللي نجحت من لا شيء قبل ما يدخلوا حاجة في إيديهم دخلوا بقلوبهم بنية التوكل على الله أولا، دخلوا بنية صادقة واعتماد حقيقي على الله. خلي بالك، النية مش بس كلام كده بيتقال، دي عبادة كبيرة جدا وطاقة تفتح لك أبواب كتير كانت مقفولة. لما تنوي بصدق ربنا بييسر لك كده من حيث لا تحتسب. ولما تتوكل على الله بجد مش معناها يعني إنك هتقعد وتستنى، لا، معناها إنك بتعمل اللي عليك وبتبذل اللي عندك وتسيب النتيجة عليه هو. سيدنا إبراهيم لما دخلوه النار دخل وهو متوكل على الله. سيدنا موسى حوصر بالعدو وبالبحر وهو متوكل. السيدة مريم لما مرت بالأمر العظيم اللي مرت بيه كان ربنا معاها. التوكل على الله ده مش ضعف مننا لا سمح الله، بالعكس دي أعظم قوة أنت بتستمدها من ربنا عز وجل. وده بيحصل لما بتنوي نية خير وفعلا تاخد بالأسباب وتتوكل على الله. ربنا هيبعت لك كده الأسباب والناس والفرص حتى وانت مش شايفهم. استعين على ضعفك بالتوكل مادام كده قلبك قوي بنيته. مهما بيحصل حواليك ما تخافش من المستقبل مادام بإيد ربنا وانت بتاخد بالأسباب وبتعمل اللي عليك. عايز تكون ذا أثر، اعزم النية وامشي بتوكل وسيب الباقي على ربنا. السلام عليكم.